الرد على هؤلاء ان هؤلاء دايما مشكلتهم بينظروا للنتيجة بس. يعني ايه النتيجة بس؟ بيبص لآخر حاجة. هو مثلا ربنا كتب اهل الجنة وكتب اهل النار، صح؟ كتب الهداية وكتب الضلال. هو بيبص للنتيجة الأخيرة، فبيقول طالما هو كتب أعمل ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رد على الصحابة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال إن أهل الجنة، ده أنا برجعكم تاني النقطة قلت لكم هرجعها لكم، إن أهل الجنة يعملون ييسرون لعمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يعني عايز يقول لهم إيه؟ عايز يقول لهم مش النتيجة بس اللي اتكتبت، ده النتيجة وإيه؟ وأسبابها كلها. عشان كده الصحابي لما عرف إن مش النتيجة بس اللي اتكتبت، ده النتيجة بإيه؟ بأسبابها، وعرف إن من الحاجات اللي تقول لك أنت من أهل الجنة أهل النار التيسير اللي يحصل لك في حياتك. لو اتيسر لك عمل أهل الجنة يبقى أنت من أهل الجنة، لو اتيسر لك عمل أهل النار يبقى أنت من أهل النار. فكانوا أشد اجتهادا بعد ما فهموا هذه المسألة، إن هو بقى يطلب عمل أهل الجنة عشان يطمن نفسه إن أنا إيه؟ إن شاء الله من أهل الجنة. طالما ربنا يسر لي العمل ده يبقى إن شاء الله من أهل الجنة، لأن عمل أهل الجنة ييسرون ليه؟ لعمل أهل الجنة. ولما يلاقي نفسه بيعمل معاصي يخاف جدا، يقول طالما أنا تيسر لي دي، الله ده أنا ممكن أكون من أهل النار، ده لازم أتوب دلوقتي. فيسارع بالتوبة، مش يقول لما ربنا يهديني، لا ده يسارع بالتوبة عشان يلحق نفسه احسن أكون فعلا من أهل النار، فعايز يطمن نفسه فيتوب. فبقوا بيتوبوا بسرعة وبيعملوا العمل الصالح كتير، إن عرف إن الموضوع مش نتيجة بس، ده نتيجة وأسباب. فعرف إن هو مكتوب مين الجنة ومين النار، والكتب هتعمل إيه عشان توصل لدي، وإنت هتعمل إيه عشان توصل لدي. فلما عرف إن هي مكتوبة بأسبابها بسكتها بطريقتها كلها، كان بيجتهد جدا في الطريق. هو مش عارف النهاية، ودي الفكرة في القدر، انت مش عارف انت مكتوب ايه. طب اللي بيقول يا ربنا يهديني، طب ما تيجي تصلي ويبقى ربنا هداك. اللي بيقول لما ربنا يهديني طب اتحجبي ويبقى ربنا هداكي. انت ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ استعن بالله ولا ايه؟ ولا تعجز. مش معنى استعنتك بالله انك انت تنام وترميها بقى، لا استعن بالله وانت اشتغل ولا تعجز، اعمل وانت عارف مكتوب لك ايه. زي ما واحد فقير مثلا بيحاول يبقى غني، بيشتغل شغلانه واتنين، تقول له يا اخي ما انت فقير بتشتغل ليه؟ ما انت كده كده فقير. يقول لك ايش عرفني، يمكن انا مكتوب عند ربنا ايه؟ غني. مش ممكن مكتوب غني عند ربنا؟ ده انا اشتغل ويمكن ربنا يفتح عليا، يمكن اصلا مكتوب عنده غني. انت ايش عرفك ان انا مكتوب فقير؟ نفس الكلام. ليه فاهمها كويس في الايه؟ في الرزق، مش فاهمها في الهدايه. انت دلوقتي ضال، بس مين قال لك ان انت مكتوب عند ربنا ضال؟ ممكن مكتوب مهتدي، اهتدي ويبقى ايه؟ يبقى ان شاء الله مكتوب مهتدي. يبقى الموضوع اتكتب اسباب وايه؟ نتيجة وأسباب. فلما الصحابة عرفوا إن أهل الجنة بييسر لهم عمل أهل الجنة، كانوا بعد ما فهموا القدر كانوا أشد اجتهادا من قبل فهم القدر. شوف القدر لما تفهمه بيجيب نتيجة معك إيجابية.